بقى القلب زوزو طلبة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح القصة كاملة بحيث انك تدخل الامتحان وانت مطمن على الاخر. مش كده وبس، كمان هنحل اسئلة ما يخرجش عنها الامتحان ان شاء الله. هات قلمك بقى وكشكولك وركز معايا ويلا بينا. اول واهم شخصية في القصة معانا هي بنوتة، بس دي مش اي بنوتة، هي دي البطلة بتاعتنا، اسمها زينة. زينة في نفس سنك تقريبا، يعني في المرحلة الاعدادية. تفتكروا حصل لها ايه؟ زينة راحت مدرسة جديدة، واول ما دخلت المدرسة الجديدة ما حبتهاش خالص. طب ليه بقى؟ لكذا سبب. اول حاجة حجم المدرسة كانت لارج، يعني كبيرة قوي. تاني حاجة لون المدرسة كان لونها جراي اللي هو الرمادي. تالت حاجة الربش اللي كانت موجودة في كل مكان. رابع واخر حاجة الارض بتاعة المدرسة كانت كلها من الخرسانة والاسمنت. وزينة كانت متضايقة وقرفانة جدا عشان المكان كئيب، وقالت المكان ده ستريسفول، موتر جدا وما فيهوش اي حاجة حلوة. زينة كانت محتاجة حد تشتكي له ويطبطب عليها. اتعرفت على بنت جديدة اسمها نانسي. خلي بالك نانسي برضو كانت طالبة جديدة في المدرسة. الاتنين قعدوا يتكلموا عن المدرسة وقد ايه هي مكان كئيب، وزينة قالت لنانسي المكان ده ممكن يبقى احسن. نانسي استغربت جدا وقالت لها تفتكري نعمل ايه بقى؟ زينة قالت لها Why don't we plant a garden؟ يعني ليه ما نزرعش الحديقة؟ نانسي ردت عليها قالت لها بس أنا مش بعرف أزرع. زينة ضحكت وقالت لها ولا أنا كمان، بس أنا هعمل ريسيرش، يعني بحث، هشوف ايه هي الحاجات الكويسة وايه الصعوبات اللي احنا ممكن نقابلها، وعشان الفكرة دي تنجح لازم يبقى صوتهم مسموع. راحوا فين؟ راحوا لمجلس الطلاب في المدرسة، وزينة وقفت قدام الكل من طلبة ومدرسين وعرضت فكرتها عليهم. وهنا بقى الطلبة اتقسموا نصين، في طلبة احترموها وطلبة قعدوا يضحكوا عليها وقالوا دي بنت جديدة ازاي تتحكم فينا. مين بقى اللي خد باله من زينة؟ ميس هدى، مدرسة العلوم في اعدادي. عجبها اصرارها وشجاعتها وثقتها في نفسها، وقالت لها انا هساعدك. وبدأت ميس هدى تكون فريق بيتكون من نانسي شاطرة جدا في الادوات، تاني حد نهى ودي بقى فنانة موت، ثالث واحدة أمل ودي كانت سترونج وقوية جدا، رابع وآخر واحدة هي سارة وكانت منظمة. خلي بالك نانسي شاطرة في الأدوات، نهى فنانة، أمل قوية، سارة منظمة جدا. بدأوا يشتغلوا كلهم مع بعض، وأول مشكلة واجهتهم هي الفلوس. كانوا محتاجين يجيبوا شوية حاجات عشان يزرعوا بيها الجاردن، بس في ساعتها بدأوا يجمعوا تبرعات، وفعلا بعدها زرعوا الحديقة. ولكن مش دايما الحلو بيكمل، الدنيا مطرت لمدة أسبوعين والزرع غرق ومات. الكل كان محبط وزعلان جدا، بس زينة جمعتهم تاني وقالت لازم نكمل. بعد ما زينة رجعتهم تاني بدأوا يزرعوا ويرجعوا كل حاجة زي ما كانت، ومن الحاجات اللي زرعوها توماتوز وفلاورز. وبعد 3 شهور خلي بالك 3 شهور كل حاجة كبرت، والمدرسة اتغيرت 180 درجة، والطلبة كانوا فخورين جدا جدا بزينة. أما الإدارة فخلت زينة هي الليدر لمجلس الطلاب، وزينة علمت الطلبة كذا حاجة. أول حاجة القيادة، تاني حاجة التغيير، وآخر حاجة الإيجابية. الرسالة بقى والمضمون بتاع القصة دي كلها إن مش بس الزرع اللي بينمو لكن انت كمان. وبكده نكون خلصنا القصة في الترم الأول. استنونا بقى عشان نحل ونخلص كل حاجة مع بعض عشان الامتحان. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاليل قلب زوزو، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي طلبة تالتة اعدادي، يعني مش قادرة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه بالحصة. يعني الحمد لله قررت الترم ده اني ان شاء الله باذنك انت يا رب، يعني كان نفسي ان انا اصورها وانزلها برضو على اليوتيوب، بس للاسف الوقت لم يسعفني. عملت حصة كده لطيفة تالتة اعدادي في السنتر لطلبة الصف الثالث الاعدادي ليلة الامتحان. ان شاء الله باذن الله يا رب تكون مثمرة. بس هنعمل حاجة لطيفة خالص. انت سمعت دلوقتي القصة، تعالى هنراجعها مع بعض بشكل لطيف وبشكل ظريف، واستنوني الترم الثاني في حلقات لتالتة اعدادي جامدة جدا ان شاء الله باذنك انت يا رب. احتمال كبير جدا 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 انزل لكم المنهج كله على اليوتيوب مجاني، ويبقى شرح في منتهى الجمال ان شاء الله يعلم معاكم
ويفضل معاكم لاولى ثانوي وثانيه ثانوي، ويفضل معاكم على طول ان شاء الله باذنك انت يا رب. الدروس بتاعت اليونتس بتاعتكم حلوه جدا، تخلي بالكم منها، تخلي بالكم من الموضوع بتاع الارتفيشال انتليجنس عشان هو مهم مهم مهم. وطبعا السكرين، التايم بتاع السكرين، وازاي نبالانس ما بين ان احنا نقعد على الموبايل كتير او ان احنا نقعد نعمل كذا، ده برضو مواضيع مهمة جدا جدا. تعالوا نشوف الستوري بتاعتنا. ومعانا دلوقتي كتاب المعاصر عمل لنا ريفيجن حلوة قوي قوي قوي، ومجمع فيها كل الكونتنت اللي انت محتاجه. انت محتاج ايه في مراجعة ليلة الامتحان؟ هقول لك كده بالهداوة، انت في حاجات لازم تكون محتاجها، لازم تكون عارفها بشكل كويس. رقم واحد حبيبي، وهي رقم واحد، حضرتك محتاج تكون عارف الديفينيشنز بتاعت كل يونت. يعني الجزء ده لازم حضرتك تذاكره بشكل كويس، لازم حضرتك تذاكره بشكل كويس، تبقى حافظ الكلمة وتقرأ الميننج بتاعها، تقراها مجرد قراية بس خلاص. وبعدين انا هعلمك حاجة جميلة كده بسيطة ان شاء الله باذنك انت يا رب، ازاي تحل سؤال الريرايت. ونزل على اليوتيوب، دور عليه عندي على التشانل، نزل ازاي نحل دايلوج. فركز عشان السؤالين دول مهمين وانتوا بتتضايقوا منهم شوية، فهنركز عليهم مع الستوري ما تقلقوش. يعني برضه هقول لكم حاجة كده ان شاء الله باذن الله تفيدكم. ولو محتاجين اي سؤال او محتاجين مني اي حاجة ان شاء الله تقدر تبعت لي على رقمي 010 120 74572. تقدر تبعت لي السؤال اللي انت عايزه، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني وارد عليكم كلكم انا والتيم العلمي الجميل. يلا بينا نبدا الستوري الاول، بعدين نشوف احنا عندنا ايه نشتغله. بسم الله. الستوري جميله بشكل مش عادي، بتتكلم عن بنت اسمها زينه زي ما انتوا سمعتوا، وانا بحب اسم زينه ده جدا جدا طبعا عشان هو جزء من اسمي، دي حاجة التانية عشان أنا كنت عايزة أجيب بنت اسمها زينة بس ربنا رزقني بزين. حلو قوي. لا مش هسمي بسملة، لا دول ما يعرفوكيش يا بسملة، لسه الترم التاني إن شاء الله هعرفك عليهم وأعرفهم عليكي. فين القصة؟ يلا احنا هنقرا بقى، احنا ذاكرنا القصة بالعربي سوا، فتعالى ندخل على القصة نفسها بقى، البارتس بتاعتها بالإنجلش. تمام؟ هنقرا التشابتر ان بوينتس وتركز معايا فيها في الكلمات اللي احنا هنعمل عليها هايلايت. بص يا سيدي، في التشابتر 1 بيقول لك a new challenge، يعني كان في تحدي جديد. a new challenge تحدي جديد. زينة was a curious احنا عايزين نحفظ بقى الكلمات، curious Zena was a curious girl who liked to notice everything around her. بنت فضولية جدا كانت بتلاحظ notice everything، كل حاجة around her حواليها. بعدها على طول she noticed that إن البلاي بتاعت المدرسة، الملعب was gray، كان شكله gray، شكله رمادي كئيب، كان stressful، المكان ده stressful، مليء بالضغط ووحش جدا. the ground was all concrete معناها خرسانة، خرسانة. نحفظها تاني. There were just a few old benches، يعني كان في مقاعد كده قديمة صغيرين. a few قليلين. in the ground. زينة had an idea، جالها فكرة. I have an idea يعني أنا عندي فكرة. had الباست بتاع التصريف التاني بتاعها اللي هو had. اوكي؟ to make the playground much better، خلي بالك من كلمة much better دي، يعني تخليه أحسن بكتير.
Zena discussed the idea with Nancy to make a garden. ايه رأيك؟ make a garden. ايه رأيك نعمل الجاردن؟ make a garden يعني نرتبها وننظفها ونزرعها ونعمل فيها حاجات كتيرة اللي هي make a garden. يا ميس نوصل للبي دي اف ده ازاي؟ هحاول اخلي التيم يسيبه لكم في الكومنتس متثبت، يسيب البي دي اف في الكومنتس. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتعمل سيرش على المعاصر، هيظهر لك كتاب مراجعه ليله الامتحان. هو ده مراجعه ليله الامتحان بتاعه ثالثه اعدادي، كتاب تحفه وفيه التقييمات بتاعه المدرسه دي مهمه جدا. وطبعا عملنا ملزمه لمراجعه ليله الامتحان، لو بعت لي مسج ان شاء الله اقدر ابعتها لك برضو عادي، او ابعت لك رقم حد من التيم يبعتها لي. زينة imagined تخيلت the students eating lunch among flowers and plants. قعدت كده تتخيل ان الطلبة وهي بتاكل بقى ومبسوطة وهي قاعدة حوالين الفلاور والبلانتس بعد ما هم يميك ذا جاردن، يعني يرتبوها وينظفوها ويزرعوها ويعملوا فيها حاجات كتير. زينة was sure that the idea wouldn't be easy، يعني الفكرة دي مش سهلة أبدا، but believed it. هي كانت مؤمنة بيه إن it would bring the school together. it bring together يعني هتجمع المدرسة، ده اسمه collocation. الحاجات واحنا بنذاكر الريدنج واحنا بنذاكر الليسننج واحنا بنقرأ الكلمات، احنا بنعمل الكلمات اللي هي زي مثلا make a garden، زي bring together يعني يبقوا متجمعين مع بعض. bring the school together أو the students together يعني يبقوا متجمعين سوا. taking chapter 2 نبدأ. taking initiative، خلي بالك الكلمة دي مهمة قوي 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 علشان احنا في منهج أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي الكلمة دي موجودة بشدة. initiative يعني مبادرة، هي خدت المبادرة. يعني ايه مبادرة؟ يعني اني انا ابدأ بالشيء. خلاص initiative، نحفظ الكلمة نقسمها ونحفظها. initiative يعني مبادرة. and building a team، عملت تيم. قلنا التيم كان متكون من كام واحد؟ 4 وقلناهم بالترتيب. انت وانت بتتفرج على بداية الفيديو لازم تبقى بتكتب ورايا بالورقة والقلم، تفهم الأحداث كلها عربي وبعدين تيجي تناقشها انجلش ونحل مع بعض كام سؤال عشان تبقى الدنيا معاكم واضحة وبسيطة. زينة decided to، قررت ان take responsibility، ان هي تاخد مسؤولية. take responsibility and wrote a proposal. كتبت proposal يعني زي عرض كده، عرض. proposal نكتبها علشان كانت موجودة في أسئلة التقييمات ومن الأسئلة المهمة جدا جدا جدا. she showed courage، شجاعة. شجاعة and decided to talk at the students council meeting. اللي هو المجلس الطلاب. some students laughed، شوية ضحكوا. laugh يعني يضحك. some students laughed but she ignored the comments، تجاهلت تماما كل الكومنتس بتاعتهم، كل التعليقات، ولا كأنها سامعة حاجة. زينة had a determination، كان عندها عزيمة، كان عندها courage، شجاعة. كانت was a beautiful girl with courage، كانت بنت جميلة وعندها شجاعة ان هي تقدر وتتكلم قدام الطلبة كلهم، وان هي تقدر وتعبر عن الفكرة اللي هي عايزة تعملها. ان شاء الله الترم التاني هيبقى لينا شرح تاني للقصة، استنوني. بجد 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 عجبتني جدا، واللي خلاني اعمل الحصة دي هي اصرار الطلبة واصرار اولياء الامور، وبجد بجد بجد يعني I'm grateful ان انتوا حاسين ان فعلا احنا محتاجين يا ميس لازم تشرح لنا. بجد والله يعني بجد بجد يعني انا شكرا شكرا على ثقتكم. مس هدى خلي بالك دي مدرسة الساينس. خلاص liked زينة determination يعني حبت إصرار. determination and helped her speak to different students. ساعدتها ان هي
تتكلم مع كل الناس. زينة discovered that many students had special talents. ان في طلبة كتيرة عندهم مهارات خاصة، اللي هي التيم اللي قررت ان هي تعمل تيم كل واحد عنده قدرة لحاجة معينة. زينة helped everyone feel confident. ساعدت كل واحد ان هو يحس ان هو confident. confident يعني واثق من نفسه. خلي بالك الناون بتاعها اللي هي كلمة confidence، يعني ثقة. confident واثق من نفسه، confidence ثقة. نكمل. facing problems with determination. chapter 3 بيتكلم عن facing problems، المشاكل اللي زينة واجهتها. أول مشكلة واجهتها أصلا إن هم they need money، هم محتاجين فلوس. why did they need money؟ ليه هم محتاجين فلوس؟ علشان هم محتاجين الماني علشان يباي seed، ودي مهمة قوي، يشتري البذور. tools أدوات and soil، محتاجين يشتروا seeds عشان يزرعوها، بذور عشان يزرعوها. محتاجين يشتروا tools أدوات عشان يشتغلوا بيها، ومحتاجين برضو soil تربة عشان يزرعوا فيها الحاجات دي. فدي the first problem، أول مشكلة هم واجهوها. راح قال لك بقى إيه؟ زينة showed an initiative، برضو كلمة initiative اللي هي معناها مبادرة. asking local community for donations. donations يعني تبرعات. راحت جمعت بقى، قالت لك طلبت من اللوكال كوميونتي، من المجتمع المحلي، اللي هو ايه؟ اللي هو زي التشاريتي، الجمعيات، طلبت منهم ان هم يتبرعوا للمكان. it rained and some plants died. الدنيا مطرت بعد ما زرعوا، بعض النباتات ماتت. so they felt disappointed، هم حسوا felt disappointed يعني حسوا ان هم محبطين. the team worked together to solve their problem. التيم كله اشتغل مع بعض عشان يحل مشاكله. تحفة. وده تخلي بالك ان التيم work makes the dream work، يعني ده ايديم عندنا في ثالثة ثانوي، اللي هو التيم وورك بيخلي اللي هو العمل الجماعي هو السحر. لما اجي اعمل حاجه وسط جروب او وسط مجموعه من الناس، فده حاجه بيرفكت ان شاء الله باذن الله. نكمل. they researched، هم عملوا بحث علشان plants يزرعوا which grow best in their climate، اللي بينمو كويس قوي في هذه الظروف المناخيه. climate يعني مناخ. قال لك بقى بس احنا هنشوف ايه اللي مناسب في الوقت ده ان احنا نزرعه، هنزرعه ليه؟ علشان ما نزرعش حاجة تكون الدنيا هتمطر تاني وبعدين الزرع يموت تاني. فقرروا ان هم يزرعوا الحاجات المناسبة. تمام؟ The garden started to look better and the team felt proud. خلي بالك كلمة proud دي مهمة قوي. كلمة proud معناها فخر، فخر، ومعناها فخور بيه. proud of بيجي بعدها noun أو verb في ing. proud of will ing، proud to will مصدر. proud of بيجي بعدها verb في ing، و proud to بيجي بعدها الانفينيتيف يعني المصدر. proud of will ing، proud to will مصدر. إنما هنا هم حسوا بالproud يعني الفخر، إن هم فخورين. growing success. chapter 4 بيقول لك after 3 months خلي بالك من 3 شهور دي of hard work the idea of the garden was successful. successful يعني ناجحة. بتخلي بالك من كلمة success. كلمة success نفسها يعني نجاح، دي الناون. إنما successful دي adjective، صفة معناها ناجح. The garden began to produce fresh tomatoes, lettuce and colorful flowers. اللي ابتدت تجيب produce طماطم
وخس و colorful flowers، يعني دي success. It's a great success، يعني ده success عظيم. Zena learned that a leader means being responsible for. إن الليدر معناه، الليدر مش معناه إني أنا بليد الناس، إني أنا ببقى فوقيهم، لا. الليدر دي it's a big responsibility، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. يعني ان انا اعرف اتعامل مع الناس، اديرهم، اتعامل معاهم صح، اتوظف كل واحد في مكانه زي ما هي عملت بالظبط. كل واحد من البنات اللي كان معاها كل واحد ليه حاجة مخصصة بيعملها، مش كل واحد بيعمل كل حاجة، لا، لازم كل واحد يبقى متخصص في كل شيء. حتى لو انت بتعرف تعمل كل حاجة لازم تبقى specialized، يعني تبقى متخصص في شيء. being responsible for both successes and mistakes، هم مسؤول عن الاثنين، السكسسز النجاحات والمستيكس. The students also learned about global responsibility، يعني الطلبة ابتدت تحس برضو بالglobal responsibility، بمسؤولية الدنيا اللي حواليهم. يعني انت ليه تاكل وترمي الرابش او الويستس بتاعتك في الارض او ايا ما يكن، في بينز ان انت تحط الحاجات بتاعتك في اي باسكت. لازم تبقى عندك responsibility for your community، يعني تبقى عندك مسؤولية للمجتمع بتاعك. وده طبعا طريقة إجابتنا على كل الأسئلة، وأنا هقول لك إزاي تجاوب سؤال القصة. خلاص تعالى معايا نكمل. They used eco-friendly methods. خلي بالك أي كلمة فيها البريفكس eco دي يبقى معناها الحاجة دي خاصة بالبيئة، يعني دي safe على البيئة. eco-friendly methods يعني استخدم طرق مناسبة أو تبقى صديقة للبيئة. such as natural fertilizers، يعني سماد طبيعي. السماد الطبيعي ده أهم حاجة ليه؟ علشان نكبر أي سويل، أي تربة، ده لازم يكون ليها سماد طبيعي. and no harmful chemicals، ما نستخدمش أي chemicals ضارة. Students from other classes visited the garden and offered help. الطلبة من الفصول التانية ابتدت تزور الجاردن وتعرض عليهم المساعدة. The students became a team with a sharp purpose، يعني بقى تيم ليه هدف حاد وقوي وصارم. The impact of growth. At the end of the school year، في نهاية السنة، زينة looked around the garden happily. زينة بصت على الجاردن وهي مبسوطة جدا 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 من السكسس اللي هم عملوه. زينا's idea was a success، كانت نجاح. خلي بالك success يعني نجاح، انما successful يعني ناجح. success يعني نجاح، successful يعني ناجح. كان نفسي انزل لكم الحاجات بتاعت الدايركت والاندايركت ان شاء الله باذن الله. استنوا في الترم الثاني شرح مميز جدا للمنهج بتاعكم. and the change was in the students، يعني السكسس اللي حصل والطلبة نفسها، الطلبة ذات نفسها اتغيرت، ما بقتش زي الأول. The students were careful and showed respect، كانوا مبينين جدا الاحترام، اتغيروا to the environment، اهتموا. Nancy discovered her love for growing food. نانسي اكتشفت ان هي بتحب agriculture يعني الزراعة. اكتشفت ان هي بتحب الزراعة بعد ما اشتغلت في الجاردن. نهى made signs، دي مهمة قوي، عملت signs لافتات. and drawing that inspired others، ورسومات بتلهم بيها. inspire يعني يلهم، inspire يعني يلهم، inspire يلهم. أمال became one of the dedicate يعني يكرس، dedicated يعني مخلص، gardener and water the plant. water هنا مش معناها مية، watered هنا معناها يروي. water تيجي verb بمعنى يروي، فعل بمعنى يروي. زينة discovered that being honest with others helps people trust you. Being honest with others helps people trust you. إن أنت كونك أمين، honest يعني أمين،
with others مع الآخرين. بيساعدك helps people بتساعد الناس إنه trust يثق. trust يعني يثق فيك. زينة always talked about her limits بتتكلم عن حدودها. limits دي عن الحدود بتاعتها. and didn't pretend to be perfect ما بتتظاهرش أبدا إن هي perfect. وخلي بالكم القصة هنا برضو عايزة تعلمني إن مفيش حاجة بتتعمل perfect كلها. مفيش بني آدم perfect وكامل. كلنا خطاؤون. كل البني ادمين بتغلط. اهم حاجه اللي يغلط يتعلم من الغلط بتاعه وانه يحط الليميتس بينه وبين كل حاجه بعد كده بيعملها وكل حاجه غلط. يحط ليميتس لكل شيء. The garden project had changed the way غير الطريقه people treated their school and each other. غير الطريقه اللي كل الناس بتتعامل بيها مع المدرسه واللي بيتعاملوا بيها مع each other مع بعض برضه. اخر chapter in points. The next year في السنة اللي بعدها زينة was chosen president بقت هي leader president of the students council من اللي هو المجلس بتاع الطلاب. student council. زينة learned a lot about how to be a real leader. زينة اتعلمت كتير ازاي تكون leader حقيقية. زينة had a bigger ambition. دي كلمة مهمة جدا. والكلمة دي احنا عندنا ليها suffix. يعني كلمة ambition دي يعني طموح. bigger ambition طموح. طب عايزة اقول الشخص ده طموح. دي اسم noun. ودي مهمة في السافكس مهمة جدا لأن انتوا عندكم بريفكس وسافكس حلوة قوي 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 وممتاز. بصوا معايا كده. ambition دي يعني ايه؟ طموح. عايزة أقول بقى شخص طموح هروح قايلة ambitious شخص طموح. ودي صفة بتوصف ambitious. لو زودت السافكس اللي هو الاي او يو اس لأي نون خلاص أنا بزوده كده بيخليه الصفة من الاسم. تمام؟ To help students change their world. Zena told them that they could solve. خلي بالك من كلمة solve problems يعني يحل مشكلة. solve problems. طب في حاجة اسمها resolve. دي prefix. زي rewrite. resolve يعني بيعيد حل المشكلة. by working together. The garden became a symbol يعني بقت رمز of what students could do together يعني بقت رمز للطلبة المفروض تعمل ايه مع بعض. Zena knew that small ideas could lead to big changes. changes هنا معناها تغييرات كبيرة. مش عايزة اطول عليكم كتير. مش عايزة الفيديو يكون طويل وممل. بس هي دي الطريقة اللي احنا المفروض دلوقتي نذاكر بيها القصة بتاعتنا كلها. أسهل طريقة وطريقة جميلة وإن شاء الله تكون بيرفكت وإن شاء الله تكون تحقق الهدف اللي انتوا عايزينه. دلوقتي بقى هقولك إزاي تكون جملة. ليه أكون جملة يا ميس؟ عشان أنا مطلوب مني أكون جملة عشان أحل السؤال. إزاي أحل سؤال القصة بكل سهولة من غير ما أغلط ومن غير ما أعمل حاجة كتير غلط. تعمل إيه بقى حضرتك؟ تروح متعلم. انا علمتك الكلام ده في الفيديو بتاع الري رايت بس هعلمه لك تاني. ان انا لازم عشان احل قصه صح او احل اي سؤال ليه علاقه بالرايتنج سكيلز ليه علاقه بالكتابه صح انا لازم اكون بعرف اكون جمله. اول حاجه تكوين جمله. طب ازاي اكون جمله؟ هو ده شغلي الشاغل بقى دلوقتي. اكون جمله يعني ابدا بفاعل وبعد الفاعل اجيب فعل.
تكوين جملة فاعل وفعل، تكوين جملة فاعل وفعل، تكوين جملة فاعل وفعل. يعني أبدأ هنا بسبجكت وبعد السبجكت أروح جايبة verb هنا. يعني مثلا زينة عملت success عظيم، أروح قايلة زينة did يعني فعلت. اكتب الجمله الاول عربي. تيجوا هقول لكم على حاجه تمشي معايا خطوه خطوه بالراحه. اكتب الجمله الاول بالعربي. زينه فعلت نجاح عظيم. مثلا اروح قايلها ازاي بالانجلش دي يا ميس؟ هروح قايل زينه did يعني ايه نجاح؟ success صح؟ يبقى خلي بالك لما باجي اكتب صفة ببدأ من الاخر للاول، الصفة من الاخر للاول، الصفة من الاخر للاول. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تقول لي ولد جيد، انت بتروح بادئ بولد بتقول لي كده boy good، ولا بتبدأ من هنا؟ بتبدأ من الآخر صح؟ يبقى هتقولي إيه؟ good boy، وده هنا مفرد يبقى a good boy. تمام؟ نفس الكلام امتحان سهل، إن شاء الله بإذن الله بكرة امتحانكم يكون سهل. امتحان سهل أقولها إزاي؟ هقول مثلا يعني إيه سهل؟ easy، وبعدين test. طب ده مفرد يبقى an easy test. طب ليه حطيتي an؟ عشان الاي من الفاولز، الاو والاي واليو والاي والاي معاهم ان، الاي والاو واليو والاي والاي معاهم ان. طبعا انتوا مش متعودين على طريقتي في الشرح والله، يعني السنه دي كنت مضغوطه، بس ان شاء الله باذنك انت يا رب الترم الثاني اتمنى ان انا اكون معاكم من اول الترم، والسنه اللي جايه اكون معاكم من اول السنه اللي جايه بقى انتوا هتبقوا بقى في اولى ثانوي ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر. انا ما بحبش انزل حاجات كتيره على اليوتيوب والله، بحب انزل ليالي الامتحان بس، وليالي الامتحان دي بالاخص علشان بس يكون عندك تاني يوم امتحان، فهي زكاه العلم علم. انما انا بحبك تكون عندي على المنصه حتى لو مش هتدفع فلوس، حتى لو مش هتدفع مش مهم، المهم ان انت تمتحن بعد كل حصه وتعمل. واتمنى صوتي يوصل لاداره اليوتيوب وتعمل لكل الشانلز بتاعه التعليميه امتحان قبل الحصه. ده كده هيبقى بيرفكت. هتلاقيني بنزل ثالثه اعدادي واولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه ثانوي واولى ثانوي وثانيه، كل السنين هنزلها لو عملوا الطريقه دي صدقوني. an easy test. فانا هنا هكتب نجاح عظيم ازاي بقى؟ عظيم يعني great success. طيب عايزه اكتب زينه ناجحه، يعني عايزه اكتب زينه بنت ناجحه. بما اني قلت لكم سكسس وسكسسفول صح كده؟ انا قلت تكوين جمله ايه؟ تكوين اهو، تكوين جمله فاعل وفعل صح كده؟ بالراحه خالص خالص خالص. فين الفاعل هنا؟ زينه، هروح كاتب عنده فاعل. طب هي بنت دي فعل؟ لا مفيش فعل. لو مفيش فعل في الجمله العربي اللي انت كتبتها هقولك على حركه سر بيني وبين بهاليل قلبي كلهم، محدش يعرفها غير بهاليلي بس. ايه هي؟ ان بعد كلمه الفاعل دي لو ما لقيتش فعل روح هات بايدك كده هنا، اعمل سهم بقلم تاني اهو، وروح كاتب لي هنا كده am او is او are. ما لقيتش فعل هحط am و is و are، ما لقيتش فعل هحط am و is و are، ما لقيتش فعل هحط am و is و are. تمام؟ فتعالى نكتب الجملة بقى. فين الفاعل؟ زينة. فين الفعل؟ مفيش. يبقى هتختار يا اما am يا اما is يا اما
are. زينة هتاخد ام ولا is ولا are؟ طبعا زينة هتاخد is. طب دي صفة هكتب ببنت، هبدأ ببنت ولا هبدأ بناجحة؟ لا هبدأ بناجحة. طب هي مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى a successful girl. كده انت كونت جملة perfect ما فيهاش ولا غلطة. اكتب بالراحة ما تستعجلش. مفروض دلوقتي ان حضرتك تكمل زي ما انت في كتاب المعاصر عادي جدا. هتكمل الأسئلة وانت بتحل هتلاقي الأسئلة سهلة جدا وجميلة. اقرأ الأسئلة دي كلها. انا مش عايزة اطول عليك في الفيديو لان هو موجود عربي وانجلش اصلا فانت مش هتحتاجني في شيء. بيقول لك زينة was a new student at school. في مدرسة ايه؟ كانت في مدرسة طبعا كانت في مدرسة اعدادي. طيب زينة was always not and like to notice everything. كانت على طول فضولية. يعني ايه فضولي؟ curious. صح مظبوط. Nancy was kind and always not about how she felt. نانسي كانت طيبة وايه؟ وhonest. اكيد مش stupid. اكيد مش stupid يعني وقحة ولا useless. دي عملت معاهم الجاردن. ميس تعالى بقى خد الزتونة في حل الامتحان. اسمعني نصيحة كده مني ليك في الرايق على الهادي خالص. بص يا سيدي، اوعى تكون فاكر ان انت داخل امتحان الانجليش اولى ثانوي تانية ثانوي ثالثة ثانوي ثالثة اعدادي اولى اعدادي تانية اعدادي اي سنة هتعرف تترجم الورقة كلها. في اوقات مش هتعرف تترجم بعض الحاجات في الاختيارات. ساعتها تعمل ايه؟ ساعتها حضرتك تروح مستبعد ايه اللي ما ينفعش. يعني هو ما ينفعش ان هي useless. لما less دي من ضمن السافكس لما بزودها لكلمة بيبقى معناها بلا. useless بلا فائدة بلا استخدام بلا useless ملهاش لازمة. stupid لا. funny كانت funny about funny عن about how she felt. بتحب تقعد تضحك عن الحاجات اللي هي حاسة بيها. لا طبعا ده ما قالناش. يبقى اتبقى ايه؟ اتبقى honest. يبقى انا هختارها وانا مش عارف غيرها هي اللي صح. بعملها ايه؟ بعمل بهليل قلبي بقى. طلبتي بقى بيقولوا لي ايه؟ في 4 اختيارات، في 3 طلعوا عرة. يعني 3 اختيارات وحشين ما ينفعوش وواحدة معرفهاش. يبقى اللي معرفهاش احسن من اللي عرفها. ساعتها بنمشي بمبدأ. انا ماشياهم بمبدأ ده في الامتحان. والله بيطلعوا من اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي بيقولوا لي يا ميس والله العظيم احنا ماشيين بمبدأ اللي ما نعرفوش احسن من اللي نعرفه. لو اللي نعرفه طلع وحش بس بشرط لو اللي نعرفه طلع اي كلام. لو اللي تعرفه طلع اي كلام ساعتها اجري على اللي ما تعرفوش عادي جدا هينفعك. زينة imagined students eating lunch among nuts and plants. حوالين الزرع طبعا الفلاورز. حاول بقى تشيل الإجابات دي وبعدين تجاوب انت على كل تشابتر كده وبعدين تجاوب على في الآخر على التشابترز كلهم مع بعض. الكتاب ده في منتهى الجمال. لو حضرتك عايزه هتلاقيه في الكومنتس إن شاء الله. فعندي هنا عجبني الصور قوي اللي حاطينها لطلبة تالتة اعدادي. أنا بقيت مغرمة بيكو. منهجكو جميل جدا جدا. عايزة أقول لك نصيحة تانية وانت بتحل السؤال التاني في ورقة الامتحان اللي هو سؤال الريرايت. مش السؤال التاني بالترتيب يعني بس هو موجود عندك في الامتحان. لما تيجي تحل سؤال الريرايت حضرتك ما تقراش الجملة الأول. اسمع الكلام اللي أنا بقوله لك ده وحطه هنا في ودنك واسمع الكلام بتاعي بالحرف. اقرأ الكلمة اللي جوه الأقواس الأول. تاني اقرأ الكلمة اللي جوه الأقواس الأول. تعال نشوف زي مثال مثلا. نجيب أي سؤال. عايزين واحد ريرايت. فين؟ هيجي حالا ريرايت صدقوني ما تقلقوا اهو. يعني مثلا انا هبدأ مثلا بالكلمة دي we're going. انا هنا عرفت ان هنا مختار ماضي مستمر. مثلا هنا بين دي تصريف ثالث فعرفتني ان في هنا ايه؟ غالبا هيكون في passive
هيكون في حاجة زي كده يا ميس. يعني أنا عارف أنا رايح أقابل إيه في السؤال من مجرد الكلمة اللي جوه الأقواس. مثلا دي F the house والتي كابيتال، يبقى أنا هبدأ شكلي بالمفعول مش هبدأ بالفاعل. خلاص هبدأ بالمفعول. تعال نقرأ الجملة كده. They will sell the house next week. أنا هبدأ بإيه؟ ب the house، يبقى هبدأ بالمفعول. خلي بالك لو هو اللي عمل يبقى subject، لو الكلمة الأولى دي هي اللي عملت الفعل يبقى ده subject فاعل. They will sell هم اللي هيبيعوا يبقى ده إيه؟ subject. مش هو اللي عمل يبقى object. الهاوس هو اللي هيبيع؟ لا، يبقى ده object مفعول. يبقى مثلا هنا السؤال ده أحله إزاي؟ يبقى أنا هبدأ ب the house، أروح قايل the house. عشان أخلي will والinfinitive passive هبقى will be والتصريف الثالث will be والتصريف الثالث will be والتصريف الثالث. يبقى the house will be sold next week by them. by them لازم أقول مفعول، by بيجي بعدها مفعول. طريقة وتركة بسيطة وخفيفة لإزاي حل الريرايت. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون الحصة دي خفيفة على قلوبكم. عندنا 6 أسئلة في الستوري كده، يعتبر إن شاء الله مش هتغلطوا في ولا سؤال فيهم. عايزين تحلوا من الكتاب ده وتبعتولي تقولوا لي ميس لو سمحتي شوفي تكوين الجملة صح، إحنا حلنا صح، عملنا صح. أنا موجودة معاكم عشان أجاوب لكم على كل أسئلتكم، وأشوفكم بألف خير. بهاليل قلب زوزو، ويا رب دايما في صحة وأحسن حال. وإن شاء الله بإذنك أنت يا رب نكون مع بعض الترم الثاني والسنة اللي جاية، ونكون مع بعض في الوقت اللي جاي كله. أتمنى تكون الحصة خفيفة وعجبتكم، ويا رب إن شاء الله بإذن الله كل اللي جاي مننا يعجبكم. أشوفكم بألف خير، ربنا يحبك، والسلام.